في ناس بتحفر اسمها في كتاب التاريخ، فاستحقت لقب الظاهرة مع دعاء عبد الملك. الظاهرة بتاعتنا النهاردة بطل أبطال رفع الأثقال كابتن خضر التوني. اتولد خضر التوني في 15 ديسمبر 1916 في حي شبرا بالقاهرة. خضر التوني من صغره كان مشهود له بالقوة وحبه لرياضة رفع الأثقال. سنة 1934 اشترك في نادي شبرا وانبهروا بيه لدرجة إنهم أعفوه من دفع أي رسوم اشتراك. اشترك خضر التوني في بطولة القاهرة بنادي شبرا وفاز ببطولة الوزن المتوسط وسط اندهاش وانبهار المتفرجين. وفي نفس السنة اشترك في بطولة مصر اللي اتلعبت في صالة البلدية في اسكندرية، وطبعاً فاز بعد ما رفع 245 كيلو جرام. سنة 1936 انضم خضر التوني للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد برلين، وقدر يحصل على الميداليات الذهبية من الأبطال الألمان، وده خلى هتلر يقوله كان نفسي تبقى مواطن ألماني. اشترك خضر التوني في أولمبياد لندن سنة 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وكان هو المرشح الأقوى للفوز بالذهب. لكن بعد وصول البعثة بأسبوع جاله وجع شديد في بطنه، والدكاترة شخصت حالته بالتهاب حاد في الزايدة، وأمر محمد باشا طاهر رئيس البعثة إنه يروح المستشفى ويعمل العملية. لكن خضر التوني رفض وطلب إنه ياخد مسكنات، وخلى الكل يتفاجئ لما لقوه على ميزان القوة، وقرر إنه يلعب ويدوس على نفسه، وحصل على المركز الرابع وسط دهشة الكل. اشترك خضر التوني في بطولات العالم للسنوات 46 49 و50، وقدر يحقق فيهم الذهب، وفي سنة 1951 حقق الميدالية البرونزية. تصدر اسم خضر التوني في سجلات أبطال العالم الخالدين في قائمة أعظم 50 بطل في تاريخ رفع الأثقال لمدة 48 سنة. وبعد الإنجازات دي تم تكريم خضر التوني بأن تم إطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في اسكندرية وفي القاهرة، وأطلقوا اسمه على أحد ميادين حلوان. ومش بس المصريين اللي كرموا خضر التوني، الألمان كمان كرموه بأنهم أطلقوا اسمه على أحد شوارع القرية الأولمبية في ميونخ اعترافاً منهم بإنجازاته. في 22 سبتمبر 1956 اتوفى خضر التوني بعد ما أصيب بمس كهربائي وهو بيحاول يصلح الكهرباء في أوضة ولاده علشان المذاكرة. رحم الله خضر التوني، رحم الله البطل الذي لا يقهر. وقابلكم الحلقة الجاية مع ظاهرة جديدة. دعاء عبد الملك.